السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة حابب أقول لكم إن أنتوا وحشتوني جدا، وأتمنى إن أنتوا تكونوا بخير ودايما يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة والدنيا معاكم تبقى في اللذيذ. في الفيديو ده إحنا هنتعلم إزاي نرجع الداتا بتاعتنا اللي اتمسحت، سواء صور أو فيديوهات أو أي داتا تانية، بدون برامج، بدون أي حاجة، بدون ما تدفع فلوس لأي حاجة، بطريقة مجانية 100%. وحابب أقول لك إن الطريقة دي هي الوحيدة الصح أو معتمدة، وأي طريقة تانية بقى سواء ببرامج خارجية أو حاجات دي كلها تعتبر هاكس وحواراتها كتير، ويعني من الآخر كده بطيخ. ولكن في الفيديو ده هنعرف الطريقة الصح والمعتمدة واللي أنا ذات نفسي شخصيا بستعملها. فبدون كلام كتير خلينا نبدا بعد الانترو. طيب عزيزي المشاهد، احنا هنا هنعمل سيناريو عشان نحكي الموضوع بتاعنا بلذاذه جدا. انا معايا دلوقتي فلاشه، وخليني اجيبها لك بالشكل دوت كده. وفي الفلاشه دي احنا هنعمل فورمات للداتا اللي عليها، والداتا اللي عليها تعتبر صور، تمام؟ وهنحاول ان احنا نرجع الداتا بتاعتها عشان نعمل سيميوليشن للموضوع كده. فخليني اوصل لك الفلاشه دي وارجع لك بعد ما نوصلها. طيب عزيزي المشاهد، ودلوقتي احنا وصلنا الفلاشه، وخلينا بقى نخش نشوف الفلاشه بتاعتنا. زي ما انت شايف الفلاشه بتاعتنا هي الجي، وزي ما انت شايف عليها صور بالشكل دوت كده، تمام؟ والصور شغاله، يعني خلينا نجيب الصور دي كده، يعتبر الصور دي فضايح ولكن ايه، خلينا شغاله، تمام؟ فزي ما انت شايف الصور بتاعتنا شغاله عادي جدا، تمام؟ والصور زي الفل. فكل اللي انا هعمله هنا اللي انا هدوس على كليك يمين وهدوس فورمات، او اللي احنا كاننا مسحنا الصور او عملنا فورمات للفلاشه بتاعتنا. وعايز اقول لك ان السيناريو ده بيحصل عادي جدا لمواضيع كتير او حالات كتير يعني. فهدوس كليك يمين ببساطه جدا، وبعد كده مور اوبشنز، وبعد كده فورمات. ولو مستغرب ان المنيو بتاعتي شكلها غريب هنشرح ده في فيديو مستقبلي، ولكن خلينا نعمل فورمات للفلاشه بتاعتنا. زي ما انت شايف بالشكل دوت كده هعمل لها فورمات، ومع السلامه للصور. زي ما انت شايف فورمات كومبليت، والفلاشه اتعمل لها فورمات كده. على ما اعتقد ان مفيش اي حاجه على الفلاشه، وده السيناريو اللي بيحصل مع 90% مع الحوارات اللي بتحصل يعني في هذا السيناريو. ببساطه جدا احنا محتاجين نسخه كاللينكس او اللي هي اللينكس عامه، تمام؟ ببساطه جدا دي هتنزلها وتسطبها، وعندك اوبشنين في التسطيب، لا تسطبها على اللابتوب قديم عندك او على جهاز انت ما بتستخدموش كتير، او ممكن تسطبها على فيرتشوال ماشين. وعندك ممكن تستخدمها على اوراكل في ام وير او الفيرتشوال ماشين او الفي ام وير ورك ستيشن. يعني ببساطه جدا عندك الاوراكل دوت ببلاش، وعندك الفي ام وير دوت بفلوس او مدفوع، تمام؟ ولكن انا بفضل الفي ام وير، تمام؟ فنفتحه بالشكل دوت كده، وهنعمل لود لنسخه اللينكس بتاعتنا بالشكل دوت كده، وهتفتح معاك عادي جدا، تمام؟ فزي ما انت شايف خلينا نخش على اللينكس، وبسيطه جدا ندوس على انتر، وهتحمل معاك بالشكل دوت كده. وخلينا بس نستنى لحد ما تفتح معانا. ببساطه جدا هتكتب اليوزر بتاعك او اليوزر والباسورد اللي انت بتعملهم وانت بتعمل النسخه عادي جدا، وبعد كده تدوس انتر. هتفتح معاك بالشكل دوت كده. اول حاجه، اول خطوه انت محتاج تعملها اللي انت تدخل الفلاشه للفيرتشوال ماشين. بسيطه جدا هتيجي عند كلمه في ام، وبعد كده ريموفبل ديفايس، وبعد كده هتشوف الفلاشه بتاعتك اللي هي الالكور، وبعد كده هتدوس على كونكت ديسكونكت فروم هوست، وبعد كده هتدوس على كلمه اللي هي اول اختيار ده اللي هو يعمل لها ديسكونكت فروم هوست ويدخلها على الفيرتشوال ماشين، وبعد كده تدوس اوكي. فزي ما انت شايف هتلاقي ان الفلاشه ظهرت معاك على الفيرتشوال ماشين بالشكل دوت كده اللي هي نيو فوليوم بالشكل دوت كده. فخلينا بس نعمل فول سكرين للفيرتشوال ماشين دي، تمام؟ وبعد كده خلينا اغير بس تغييره صغيره عشان انا مش متعود ان انا استخدم اللينكس كده. فتدوس بس على علامه اللينكس فوق كده، وبعد كده نخش على السيتنجز. خلينا نخش السيتنجز، وبعد كده تجيب الاديتور، وبعد كده تدوس على البانل، وهنخلي دي كده بدل اللي هو البوزيشن ده نخليه من 6 نخليه ل4. ده بس عشان خلينا التاسك بار يبقى تحت مش فوق، عشان انا متعود ان هو يبقى تحت، تمام؟ فزي ما انت شايف كده احنا مستعدين نبدا نعمل اي حاجه معانا. ببساطه جدا يا عزيزي المشاهد عايزك تفتح تيرمينال، تمام؟ عادي جدا، وتكتب سودو سوبر يوزر او سودو اس يو، تمام؟ بعد كده تدوس انتر، وبعد كده تكتب الباسورد بتاع النسخه اللي انت عامله عادي جدا، تمام؟ وبعد كده انت بايه تعرض، وده كل اللي احنا محتاجينه. ببساطه جدا تاني خطوه عايزك تعملها اللي انت تفتح الفايرفوكس او الموتزيلا عادي جدا. عايز اسهلك الدنيا على الليك خالص في لينكس. لينكس سهله جدا اللي انت تستخدمها. اول ما تفتح الفايرفوكس يفتح معاك بالشكل دوت كده. الاداه اللي احنا هنستخدمها عشان نرجع بيها الداتا هي اداه مجانيه اسمها فورموست، تمام؟ هنعمل سيرش كده هتلاقي ان الاداه دي ظهرت معاك. حابب اقول لك ان في حوالي اربعه، يعني في 3 اساسيين واربعه 5، يعني في حوالي 6 7 ادوات ممكن تعمل بيهم الحوار ده او اللي انت تعمل بيهم ريكفري، تمام؟ ولكن الفورموست دي اقوى اداه في ترجيع الصور والبي دي افات والحاجات دي كلها، تمام؟ يعني الحاجات الخفيفه الفورموست هتقدر ترجعها لك زي الصور، تمام؟ وده اللي احنا عايزين نعمله. وهنكبر دي كده ببساطه جدا. هتلاقي ان هو كاتب لك كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الاداه دي. زي ما انت شايف هنا هتلاقي ان هو كاتب لك الاداه دي هو عباره عن برنامج بيعمل ريكفر لللوست فايلز او للداتا اللي راحت منك، وكاتب لك هنا هاو تو انستول ان هي سودو اي بي تي انستول فورموست، ودي اللي احنا هناخدها كوبي كده، وهو دي الطريقه اللي انت هتنزل بيها الاداه. ببساطه جدا هناخد دي او نحدد دي كده، وبعد كده كليك يمين كوبي، وبعد كده هتفتح التيرمينال بتاعتنا اللي احنا عملناها، وبعد كده هتدوس على كنترول شيفت في، مش كنترول في. في الويندوز عادي انت بتدوس كنترول في، ولكن هنا احنا هنستخدم الشيفت مع الكنترول في اي حاجه. فمثلا لو انت بتعمل كنترول سي عشان تعمل كوبي هتدوس على كنترول شيفت سي عشان تعمل كوبي، تمام؟ فندوس على كنترول شيفت في، وبعد كده ندوس على انتر، تمام؟
وزي ما انت شايف بدا ينزل الاداه معاك عادي جدا وكل حاجه، بس هتسيبه لحد ما يخلص. وزي ما انت شايف هو هنا نزل الاداه وكده الدنيا بقت معانا زي الفل. عايزك تفتح تيرمينال ثانيه ببساطه جدا، هتدوس على علامه التيرمينال اللي تحت دي، وفي التيرمينال دي برضه هتكتب سودو سوبر يوزر، دي حاجه اساسيه تمام. وبعد كده ندوس انتر وبعد كده ندوس بعد كده ندوس انتر عشان انا حرف الار علق معايا. بعد كده نكتب الباسورد عادي جدا، وبعد كده تلاقي نفسك اللي انت دخلت على الروت. وهنا عايزك تكتب اف ديسك بالشكل دوت كده، وبعد كده سلاش ال او شرطه صغيره وحرف ال، وبعد كده تدوس انتر. الاف ديسك ده عامل زي الديسك بارت في ويندوز 10 تمام، عشان بس اسهل لك الموضوع. كل اللي انت محتاج تعرفه هنا، انت محتاج تعرف اللوكيشن او الديفايس بتاع الفلاشه بتاعتك. انا الفلاشه بتاعتي 8 جيجا بالشكل دوت كده، او 7.5 جيجا بالتحديد، وهتلاقي ان اسم الديفايس بتاعها موجود هنا، وهتلاقي ان الحاجات الاساسيه بتاعت اللينكس ما تجيش ناحيتها، وانت المهم هتلاقي اي حاجه انت موصلها هنا هتلاقيها اتكتبت لك تحت هنا، وده اللي احنا عايزينه. وهتلاقي هنا حبه معلومات عن الفلاشه مش محتاجينها برضه. فزي ما انت شايف خلي دي كده معانا على الجنب، وخلي معانا التيرمينال الاساسيه. فالتيرمينال بقى الاساسيه اللي انت نزلت فيها الفورماست تمام، هي كده بقت موجوده عندك على اللينكس عادي جدا، فمش محتاج ان انت تعمل لها انستول تاني. عايزك بقى تكتب كده فورماست، تكتب الكود ده بالراحه كده ورايا تمام. وبعد كده هتكتب -i تمام عادي جدا. وبعد كده هتاخد الديفايس اللي احنا خدناه دوت او اللوكيشن بتاع الفلاشه، هتاخده كده تحدده ببساطه جدا. وبعد كده تدوس كنترول شيفت سي، وبعد كده هتاخده هنا وتدوس كنترول شيفت في تمام. وبعد كده تدوس مسطره او سبيس عادي جدا، سلاش تاني، وبعد كده هتكتب سلاش في، وبعد كده سلاش تي، وبعد كده في التي دي هتكتب كلمه اول، وبعد كده كيو، وبعد كده سلاش او، وهتكتب هنا المكان اللي انت عايز يتحفظ فيه الداتا اللي انت تعمل لها ريكفري. هشرح لك كل بارامتر او كل حرف احنا كتبناه هنا لازمته ايه، ولكن هنا اعمل بس زي ما انا قلت لك كده، واعمل ورايا الكلام دوت. فبعد السلاش او عايزك تكتب كده روت تمام سلاش او الشرطه المايله، وتكتب كلمه ديسكتوب وحرف الدي يبقى كابيتال وسلاش، ونكتب هنا مثلا اي حاجه خليها مثلا ايه فلاش ريكفر تمام. خليني بقى اشرح لك كل حاجه احنا عملناها هنا لازمتها ايه. خلينا نفتح الفايرفوكس او الموزيلا فايرفوكس اللي احنا فاتحينه كده، ونصغر دي كده تمام، وخلينا ننزل تحت كده ونجيب التيرمينال بتاعتنا اللذيذه تمام. لا مش دي اللي احنا عايزينها، احنا عايزين دي خلاص، دي مش محتاجينها في حاجه. وخلينا نجيب دي كده على الجنب. بص يا معلم، انت اول حاجه كتبت فورماست تمام، دي بالصلاه على النبي كده اول حاجه انت لازم تكتبها عشان تستخدم الاداه دي تمام. ده كده بتقول لي للتيرمينال انا عايز استخدم الاداه دي. وبعد كده بتدوس /i دي كلمه انبوت او اختصار لكلمه انبوت. ببساطه جدا هتلاقي هنا /i سبيسيفاي انبوت فايل، اللي هو تحدد له الانبوت او المكان اللي انت عايز ترجع منه الداتا او اللي انت عايز تعمل له ريكفر. فهنا كتبت /i، وبعد كده كتبت اللوكيشن بتاع الفلاشه اللي احنا جبناه من التيرمينال الثانيه. خلينا نجيب ايه التيرمينال الثانيه بالشكل دوت كده تمام، زي ما انت شايف اللي هو الديفايس دوت كده. وكده احنا مش محتاجين اصلا التيرمينال دي في اي حاجه. وبعد كده /v اللي هو اللوج فايل تمام، عشان يوريني هو بيعمل ايه او المسجز اللي هو بيجيبها او الحاجات اللي قدر يرجعها. وبعد كده /t ده التايب او نوعيه الفايلات اللي انت عايز ترجعها. زي ما انت شايف برضه لو جيت هنا هتلاقي كلمه /t راحت فين اهي /t. زي ما انت شايف هنا سبيسيفاي فايل تايب، ممكن تخليه يرجع JPG او JPEG او اللي هو الPDF او اي او MP4، او تحدد له انت عايز ترجع فايل او نوعيه فايلات معينه تمام، وده بينجز معاك في الوقت تمام. وبعد كده -q دوت اللي هو الكويك تمام، انيبل كويك مود دوت ببساطه جدا بيعمل سيرش بسرعه على الفايلات تمام. لو انت عايز تلغي الكويك مود ده ببساطه جدا هترجع كده عادي جدا وتلغي الكويك مود تمام. ولكن حابب اقول لك ان هو في الكويك مود ده لو انت لغيته هياخد وقت اكتر، وهيرجع لك داتا اتمسحت من قبل الداتا اللي اتمسحت. يعني عايز افهمك حاجه، اي داتا بتتمسح بتبقى عامله زي الطبقات كده، فانت بتشيل طبقه فوق طبقه فوق طبقه، فهو هيبدا يجيب لك الكويك مود دوت بيخليه ان هو يجيب لك اول طبقه اتمسحت او اخر طبقه اتمسحت. لو انت شلت الكويك مود زي ما انا شلتها كده في الفيديو هيبدا يجيب لك كل الطبقات اللي اتمسحت. فالريكفر ده ممكن ياخد معاك وقت، وهيجيب لك داتا كتير جدا ملهاش لازمه. ولكن خلينا اللي احنا نسيبه عادي جدا. يعني ايه خلينا اللي احنا نسيبه عادي جدا؟ احنا هنسيبه برده، وهنسيب مش هنستخدم الكويك مود عشان يبقى الدنيا ايه لذيذه، ونسيبه يرجع عادي جدا. واي حاجه تانية انا استخدمتها، انا ما استخدمتش اي حاجه، ولكن اي حاجه تستخدمها هنا هتلاقي البارامتر، هتلاقي الحرف دوت ومعناه ايه. ببساطه جدا هندوس على انتر تمام. وزي ما انت شايف هنا هو بدأ يرجع الفايلات، زي ما انت شايف بدأ يرجع بالشكل دوت كده تمام. زي ما انت شايف بدأ يرجع الصور تمام. وزي ما انت شايف شغال ان هو بيرجع داتا، وعايز اقول لك ان هو بيرجعها بحجمها الكامل. زي ما انت شايف الصوره 6 ميجا، فيعتبر ده حجمها الكامل. خلي بالك انا مش هسيبه ان هو يكمل لحد الاخر، لان لو كمل لحد الاخر يرجع لي داتا كتير انا مش محتاجها. انا عايز بس اخر حاجه اتمسحت. انا عم اعتقد اصلا ما كنتش حاطط حوالي يعني اللي حوالي 30 صوره على الفلاشه، هو رجع لي اكتر من 172 صوره JPG. وبدا يرجع صور PNG وXE ودي LL، حاجات انا اصلا ما كنتش حاططها على الفلاشه. انت فاهم متخيل الموضوع؟ يعني بدا يرجع حاجات
انا ما كنتش عايزها على الفلاشه، فهو دلوقتي بيرجع اي فايلات بتقابله بيرجعها لك. تمام، فزي ما انت شايف في صور بي ان جي رجعت، وفي صور وفي فايلات دي ال رجعت، وفي فايلات اكس سي كمان رجعت. فزي ما انت شايف هيبدا يرجع لك حاجات كتير قوي، يعني هيبدا يرجع لك فايلات عاف عليها الزمن، ولكن احنا مش عايزينه يرجع الحاجات دي كلها، مش عايزينه يكمل، ولكن خلينا نسيبه كده على جنب وخليه اللي هو ايه يتعامل مع نفسه. هتقول لي طب الفايلات اللي رجعها دي رجعها فين؟ بسيطه جدا، هتلاقيها على الروت يوزر، لان احنا هنا بنرجع على الروت يوزر. لو انت خدت بالك احنا كتبنا كلمه روت، لو طلعت فوق كده هتلاقي اللي احنا عملنا في الاوتبوت روت ديسكتوب فلاش ريكفر، فانت عايز تخش على الروت. فعشان تفتح الروت فايل دوت ببساطه جدا هتفتح تيرمينال تانية تمام بالشكل دوت كده، وهتكتب سوبر يوزر برضو، سوبر او سودو، يعني مش عارف ليه معلقه سوبر، تمام، سودو اس يو، وبعد كده هتكتب الباسورد بتاعك عادي جدا اللي انت عامله للنسخه، وبعد كده هتكتب الكود او اللي انا هقول لك عليه دوت كده، وده حاجه كده ما بتتحفظش، وببساطه جدا هتكتب تي اتش يو ان اي ار، تمام، دي ما بتتحفظش، دي حاجه كده ما بتتحفظش، تمام. يعني لو عايز تفتكرها ببساطه جدا لو انت جيت على الديسكتوب وكتبت اوبن از روت، تمام، انت بتكتب تي اتش يو ان ار اللي هو دوت كده از روت، تمام، ولكن احنا هنا هندوس على تي اتش يو ان ار دوت عادي جدا، تمام، عشان يفتح لنا الفايلات بتاعه السوبر يوزر او الروت. وزي ما انت شايف هتلاقي هنا كلمه روت ديسكتوب فلاش ريكفر دوت الفولدر اللي احنا عملناه او الفولدر اللي احنا كريتناه، ولو فتحته كده هتلاقي فيه فايلات كتير كده بالشكل دوت كده، ودي ببساطه جدا كل الفايلات او كل الامدادات اللي هو عرف يرجعها، ولكن انا كنت حاطط صور جي بي جي، تمام، او جي بيج، فخلينا ندور على الصور الجي بيج اللي هو بالشكل دوت كده، وفتحناها وفتحنا اي صوره هتلاقي ان هو قدر يرجع لك الصور. زي ما انت شايف في 178 صوره، تمام، الصور رجعت زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. طبعا دي صور انا ما كنتش حاططها على الفلاشه ولكن هو رجعها تمام، فاللي هو ايه الدنيا بيس، تمام. هتقول لي طب الصور دي شغاله على لينكس ممكن ما تشتغلش على الويندوز، ببساطه جدا هنقفل ديت كده، تمام، وتدوس على كنترول ايه عشان تحدد كل الصور دي، وبعد كده كليك يمين، وبعد كده سند تو، وهتحدد الفلاشه بتاعتك. احنا ما وصلناش، لا احنا محتاجين ان احنا نوقف الريكفر بتاع الفايلات، تمام، عشان نبدا نعمل لها سند تو على الفلاشه، تمام. احنا خلاص مش محتاجين اي حاجه، خلينا نقفل التيرمينال دي، مش كده احنا مش محتاجينها، فخلينا نجيب بقى الفلاشه بتاعتنا بالشكل دوت كده زي ما انت شايف الفلاشه. فدلوقتي هنبدا بقى اللي احنا نبعت الفايلات اللي هو رجعها بالشكل دوت كده، خلينا ايه الجي بي جي، تمام، زي ما انت شايف هنبدا نبعت الفايلات دي للفلاشه، فندوس على كنترول ايه، كليك يمين، سند تو، وهنبعت للنيو فوليوم اللي هي الفلاشه بتاعتنا، تمام، ويبدا ان هو يبعت الفايلات. حابب اقول لك ان في المرحله دي هي الطريقه الوحيده اللي انت تقدر ترجع بيها داتا اتمسحت من عندك، ودي الطريقه الوحيده الفعليه. اي طريقه تانية بقى من برامج الريكفر والبرامج دي كلها دي طرق هاكس. وعايز اقول لك ان الطريقه اللي هي اللينكس فيها حوالي 7 طرق، تمام، او مش عارف 7 ولا لا صراحه، ولكن فيها طرق كتير اللي انت تقدر تعمل بها ريكفر للفايلات، والطرق دي فعلا ناجحه. يعني انا عايز اقول لك انا بستخدمها، تمام، فالطرق دي ناجحه جدا، وكمان هتجيب لك الفايلات مش كورابتد زي البرامج اللي انت بتعمل بها ريكفر على الويندوز. تيجي تعمل ريكفر يرجع لك الداتا، وبعد ما يرجع لك الداتا تلاقي ان 90% من الحاجات دي كورابتد، فدوت ما بيحصلش في اللينكس. ودي عايز اقول لك ان اللينكس يعني فيها ميزات كتير جدا اللي انت تستخدمها، مش شرط اللينكس ان هي الهاك، تمام، والناس كلها فاكره ان لينكس ده هاك وكده، لا، اللينكس فيها مميزات وحاجات كتير انت تقدر تستخدمها وتستعملها هتفيدك جدا. فزي ما انت شايف هي دي الطريقه الوحيده الفعليه اللي انت ممكن تستخدمها عشان ترجع بيها الفايلات. اي حاجه غير كده تعتبر هاكس، وده كلام خده مني. يعني بص اقول لك ايه، مش مصدقني جرب، يعني جرب برامج الريكفر كده وعيش مع نفسك، صدقني هتلاقي البرامج دي كلها بطيخ. فخلينا بس نستنى لحد ما يعمل ايه كوبي للفايلات، عشان الفايلات ايه بتاخد وقت والفلاشه بتاعتنا بطيئه، فخلينا بس نستنى لحد ما يخلص نقل، تمام. زي ما انت شايف دلوقتي النقل خلص معانا، خلينا بس ننزل دي كده، تمام، ونتاكد ان النقل حصل على الفلاشه، تمام، الصور راحت على الفلاشه. فبعد كده كل اللي احنا محتاجين نعمله اللي احنا نفصل الفلاشه من الفيرتشوال ماشين وندخلها على الجهاز بتاعنا ببساطه جدا، ديسكونكت كونكت تو هوست، تمام، زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. والمفروض ان الفلاشه تظهر معانا بالشكل دوت كده زي ما انت شايف جي، والصور المفروض تظهر معانا بالشكل دوت كده بيرفكتو، تمام. زي ما انت شايف الصور هتبقى شغاله معانا بدون اي مشاكل، تمام، ولا كوربتد ولا حاجه بايظه ولا اي حاجه، تمام. زي ما انت شايف انا دلوقتي بقلب في الصور زي ما انت شايف، تمام، الفلوس بتعد يا باشا، والدنيا ايه اغنياء احنا يعني، تمام، الحمد لله يعني، تمام. زي ما انت شايف ايه الصور بتحمل معانا عادي جدا بالشكل دوت كده، وشغاله زي الفل. انا مش عارف ده ايه ده، تمام، هي عملت ريكفر لحاجات غريبه كده، مش عارف ايه ده، ثانيه واحده،
مش عارف والله، مش انا بسمع الحاجات دي والله يا جماعه، ما بسمعهاش، ما اعرفش دي كانت على فلاش دي، اللي هي الفلاشات دي من الفلاشات اللي انا مصلحها، فممكن دي داتا بتاعت ناس. فزي ما انتم شايفين دي الصور زي ما شايف رجعت بالشكل دوت كده، والصور رجعت كامله. هتلاقي ان مساحه الصور كامله زي ما انت شايف، الصوره دي مساحتها 5 ميجا فهي رجعت بالمساحه الفعليه، تمام زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. 4 ميجا تمام زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. 5 ميجا. فالصور رجعت بريفكتو بدون اي مشاكل، بدون ما الصور تبقى كورابتد، بدون اي حاجه. حابب اقول لك ان هو هيرجع لك فيديوهات زي الصور بالظبط، كل الحاجات دي هترجع زي بعضها. وبكده عزيزي المشاهد نكون احنا رجعنا الصور اللي اتمسحت وعملنا لها فورمات على الفلاش. فبكده عزيزي المشاهد تكون عرفت ازاي ترجع الداتا بتاعتك لو حصل اي مشكله، او داتا بتاعت اي حد مهمه تقدر ترجعها. ويا ريت تستخدم الموضوع ده في الخير، ما تستخدموش في اللي انت ترجع داتا تستخدمها قصاد حد تاني. الموضوع ده زي ما انا قلت لك دي حاجه كده امانه، تمام انا بعلمها لك، فلازم تستخدمها في الخير. لو انت كملت لحد هنا يا ريت تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، وما تنساش تعمل كومنت وتقول لي الطريقه نفعت معاك ولا لا في الكومنتات. بدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي، اتمنى ان انت تكون استفدت في الفيديو ده. ويعني ما تنساش يعني ما تبخلش علينا باللايك كده، ادينا لايك عشان الفيديو ده ينتشر ويعم الفايده. فبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وبيس. وما تنساش في سيرفر الديسكورد برضو، لو انت وقفت في اي حاجه تقدر تخش معانا سيرفر الديسكورد، هنتكلم بسرعه وممكن نخش نقاشات غير الكومنتات هنا بتبقى صعبه. وبرضو في سيرفر الديسكورد هتلاقي حاجات كتير جامده، وهتلاقي برامج وحاجات كده ايه احنا بنشرها في سيرفر الديسكورد، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن برضو. اتمنى ان الخير يعم على الجميع، واتمنى ان انت تكون بخير، وربنا ينصر اخواتنا في فلسطين. وبدون كلام كتير بيس.